وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لما خافت أم موسى على موسى عليه السلام أمرها الله بأمر فقال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وهذا أمر عجيب، فإن المتوقع في مثل هذه الحالة أن يقال لها فإذا خفت عليه فاهربي به أو فأخفيه، لكن الله سبحانه وتعالى أمرها بأن تلقيه، فقال لها فإذا خفت عليه فتحقق الخوف عليه، قال بعد ذلك فألقيه في اليم. إلقاء الطفل الرضيع في اليم يعني موته، فلماذا أمرها الله عز وجل أن تلقيه في اليم؟ ليبقى الأمر لله وحده، والمنقذ هو الله عز وجل لا أمه ولا غيره، وما هناك شيء أخطر على الطفل الوليد الرضيع من أن يلقى في ماء، فإنه مقتول لا محالة، فحفظ الله فوق كل حفظ.